الساعة كانت 11:47 بالليل، وياسر قاعد لوحده في شقته الصغيرة في مدينة نصر بيشرب شاي وبيراجع ورق شغل تاني يوم. فجأة الموبايل بيرن، رقم غريب. بيرد من غير ما يفكر. ألو؟ صوت أنثوي هادي بس متردد بيقول: هو أنت ياسر؟ وقف مكانه، الصوت مألوف جدا. قال لها: مين؟ قالت بهدوء: أنا سلمى. سكت ثانيتين 3. سلمى؟ سلمى مين؟ قالت بصوت فيه ارتجاف: اللي اختفت من حياتك من 10 سنين. الدم جرى في عروقه، الكرسي اتزق وراه وهو بيحاول يستوعب الكلمة دي. ازاي بتكلميني؟ انت فين؟ كنت فين السنين دي كلها؟ قالت: مش وقته دلوقتي، انا محتاج اشوفك ضروري. راح يقابلها في الكافيه اللي كانوا بيقعدوا فيه زمان، نفس المكان نفس الطاولة، بس اللي اتغير ان الزمن كان تقيل على الاتنين. كانت لابسة اسود، وشها باين عليه الحزن والتعب، لكن في عينيها لسه نفس النظرة القديمة. قعد قدامها وسألها: فينك يا سلمى؟ في ايه حصل؟ قالت: كنت بحاول انقذ نفسي. من ايه؟ مني؟ قالت: من نفسي. بدأت تحكي له إنها في يوم اختفت مش علشان سابته، لكن لأنها كانت دخلت في دوامة كبيرة. أهلها أجبروها تتجوز شخص تاني بعد ما أبوها دخل المستشفى وكان مديون، والراجل يتجوزته سافر بيها برا مصر. حاولت تهرب كذا مرة بس فشلت، لحد ما رجعت من شهر بس بعد ما الراجل ده مات في حادثة غريبة. ياسر، أنا رجعت مصر علشان أعيش، بس كل ما بفتكر كل اللي حصل بحس إن مش أنا، بحس إن في حاجة غلط، في حاجة مش مفهومة. ياسر حاول يهديها لكنه لاحظ إنها كل شوية تبص وراها في الكافيه كأنه خايف من حد بيطاردها. وبالفعل بعد ما خرجوا شاف عربية سودة بتمشي وراهم. قال لها: انت متأكدة إنك مش بتتخيلي؟ قالت له: لا يا ياسر، هم مش سايبيني، في ناس مش عايزيني أتكلم. ومن اللحظة دي بدأوا رحلة البحث ورا الحقيقة. مين الناس دي؟ وليه لسه بيتابعوها بعد موت جوزها؟ وليه في ملفات على الكمبيوتر بتاعه مكتوب عليها SK17؟ القصة بتتحول من مجرد لقاء حب قديم لتحقيق مرعب ودوامة من الأسرار اللي كانت مستخبية تحت اسم الخير، لكنها كلها شر. وكل ما ياسر يقرب من الحقيقة بيكتشف إن الموضوع مش عن سلمى بس، الموضوع ليه علاقة بشغله هو كمان، وبصفقة حصلت من 10 سنين، الصفقة اللي تسببت في اختفائها. وفي النهاية بيكتشف إن المكالمة اللي جات له من البداية ما كانتش من سلمى أصلاً. سلمى ماتت قبل أسبوعين، والمكالمة اللي كانت كل بداية الحكاية كانت من حد تاني، حد بيستخدم صوتها، حد لسه بيكمل اللعبة. بعد المكالمة الغريبة ياسر حس إن في حاجة مش طبيعية خالص. فتح واتساب، رجع رقم سلمى، مفيش صورة، مفيش حالة، رقم كأنه مش حقيقي. دخل على الفيسبوك، كتب اسمها، لقاها فعلا متوفية من أسبوعين. مكتوب على البوست الأخير: البقاء لله، سلمى فؤاد في ذمة الله. الصدمة كانت مرعبة. طب ازاي؟ هو شافها بعينه، قابلها واتكلم معاها لما ايديها كانت بتترعش من الخوف. مين اللي قابله إذن؟ بدأ يراجع الكافيه بالكاميرات. دخل المسؤول هناك وقال له: أنا محتاج أشوف تسجيل الكاميرات من امبارح. الراجل وافق ورجع الفيديو. اللحظة اللي دخل فيها الكافيه باينة، قاعد على الطاولة بيتكلم، بس الكرسي اللي قصاده فاضي، مفيش حد. رجع الفيديو تاني ببطء، نفس المشهد، هو بيتكلم، بيضحك، بيعيط، بس لوحده. اللي كان بيشوفه في دماغه ما كانش حقيقي. طلع يجري من الكافيه وهو بيحاول يفسر اللي شافه. رجع البيت وهو مرعوب، بدأ يسمع أصوات غريبة في الشقة. تليفونه بيرن، نفس الرقم. الموبايل بيتهز في إيده، بيرد بخوف: ألو، مين؟ الصوت نفسه، صوت سلمى. لسه مش فاكر؟ فاكر إيه؟ الصفقة اللي بدأت بسببك. ياسر بدأ يتنفس بسرعة وقال بصوت عالي: أنا ماليش علاقة بحاجة، كان عندك كل حاجة تعرفها وانت اللي اخترت تسكت. رجع فلاش باك في دماغه من 10 سنين وقت ما كان شغال في شركة مقاولات. كان في مشروع كبير بيتبني، لكنه عرف ان الورق مزور وان الناس اللي بتنفذ المشروع بيستعملوا مواد خطيرة، لكنه سكت علشان الفلوس. والحريق اللي حصل في الموقع بعدها كان السبب في موت 6 عمال، ومن بين العمال اللي ماتوا أخو سلمى. بدأ ياسر ينهار: أنا ما كنتش عارف، ما كنتش قصدي،
الصوت رد عليه: كل حاجة بتمنها يا ياسر، وانت دورك لسه مخلصش. النور قطع فجأة، الموبايل واقع على الأرض، والصوت طالع منه بيقول: العدالة لازم تتم حتى لو بعد سنين. ومن اللحظة دي اختفى ياسر. الشرطة لما دخلت شقته لقت الموبايل على الأرض، والمكالمات الأخيرة كلها مش موجودة في السجل، لكن على المكتب كان في ورقة مكتوب عليها بخط إيده: هي رجعت علشان تخلص اللي بدأته. ومن ساعتها كل اللي يمر من قدام الكافيه اللي كان بيقعد فيه يقولوا إنهم شايفين شخص قاعد لوحده بيكلم الكرسي اللي قصاده كأنه حد قديم، وبيضحك بصوت خافت كأنه بيحكي نهاية القصة اللي عمرها ما انتهت.